بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في هذه الليلة المباركة آيات تتحدث عن تعظيم حرمات الله وعن تعظيم شعائر الله. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، خير للإنسان وأزكى له وأنفع له في دينه ودنياه وآخرته أن يعظم حرمات الله، أن يعظم الأمور التي جعل الله لها الحرمة. وكذلك في الآية الأخرى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأضاف التقوى إلى القلوب لأن القلب محل التقوى كما ورد في الحديث: التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. والقلب هو محل التقوى، والقلب هو محل نظر الله سبحانه وتعالى للعبد. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم أو إلى أشكالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فليحاول الإنسان أن يصلح محل نظر الله. تقوى القلب يدل على تعظيم شعائر الله، تعظيم أوامر الله، تعظيم نواهي الله، احترام وتعظيم كل أمر عظمه الله، وكل أمر وردت فيه أدلة من الشرع على تعظيمه أو تقديره أو تقديسه. فذلك من تقوى القلوب أن تكون القلوب ممتلئة بتعظيمه وتقديسه وتقديره. وللأسف نلاحظ في زماننا كثير من الناس لا يهتم لحرمات الله ولا لشعائر الله، إما يتلاعب فيها وإما لا مبالاة حاله معها. نسأل الله العافية، نسأل الله أن يعافينا ولا يبتلينا. آيات أخرى من سورة النور لفت انتباهي تكرار جملة عظيمة: ولولا فضل الله عليكم ورحمته. هذه الجملة تكررت 4 مرات في إطار الحديث عن اللعان أو الإفك. سبحان الله. المرة الأولى: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. هذا الحديث عن اللعان. تأتي هذه الجملة العظيمة التي تحمل كثيرا من أفضال الله ورحمته، وأنه لولا فضل الله ورحمته لما نال توبته سبحانه وتعالى وحكمته لما نال أحد تلك الرحمة، ولما نجا من خطر الوقوع في اللعان وما يجر إليه. وهكذا تتكرر مرة أخرى: لولا جاءوا عليه ب4 شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. هنا يأتي فضل الله ورحمته، وأنه لولاهما في الدنيا والآخرة لمس الذين ولغوا في قصة الإفك أو لم يسلموا من الكلام فيها عذاب عظيم، لأن هذا خطر جسيم. لأن المؤمنين ذكر الله عنهم: لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ذلك هو موقفهم من الإفك والبهتان. وهكذا تتكرر الآية ونفس الصيغة بعد الحديث عن
أن أولئك الذين يحبون إشاعة الفاحشة في المؤمنين إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. فضل الله ورأفته ورحمته سبحانه وتعالى لهلك من ساهم أو تكلم أو شارك في هذا، نسأل الله الحفظ. ثم تتكرر الآية مرة أخرى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، بعد الحديث عن النهي عن اتباع خطوات الشيطان: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. جاء التعبير بالنهي عن اتباع خطوات الشيطان، وفي ذلك إشارة إلى أن الشيطان يأخذ في إغوائه وإضلاله للناس طريقة تدرج ويسير بهم خطوة خطوة، فنهى الله عن اتباع خطواته خطوة خطوة، وأن يكون الإنسان ذا حذر وانتباه من استدراج الشيطان باليسير من الشر حتى يوقعه في المهالك، نسأل الله العافية. وأن شارت الآية: لولا فضل الله ورحمته عليكم ورحمته ما نجا أحد من اتباع خطوات الشيطان وما نال وما حصل على تزكية نفسه. فلولا فضل الله ورحمته ما فاز أحد بزكاة وما صلحت نفس وما استقام شخص بالاستعانة بالله والالتماس والبحث والدعاء للحصول على فضل الله ورحمته أن ينجي الإنسان وأن يزكيه، تلك هي الطريق. فلولا فضل الله ورحمته لما كان للإنسان أي خير لما حصل على أي توفيق، فكل توفيق فبفضل الله ورحمته، وكل توبة وقبولها فبفضل الله وبرحمته، وهكذا يكون الإنسان مستشعرا فضل الله ورحمته في كل وقت وفي كل لحظة. نسأل الله من فضله ورحمته. كذلك في آيات أخرى مررنا بها صفة المسارعة إلى الخيرات، وأن المسارعين إلى الخيرات دائما يتصفون بصفات عظيمة من الخشية والإخبات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعاء الله تبارك وتعالى رغبة ورهبة، وهكذا تكرر هذا المعنى في آيات وفي زيادات صفات أخرى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، خشية من الله والوجل منه، الذين هم بآيات ربهم يؤمنون، يصدقون بآيات الله ويؤمنون بما جاء من عند الله بكتبه ورسله وملائكته، ويؤمنون باليوم الآخر، يصدقون بكل هذه الأركان ويعتقدونها جازمين ويعملون من أجلها، والذين هم بربهم لا يشركون، يوحدون الله تبارك وتعالى ويخلصون له العبادة ولا يشركون معه غيره، والذين يؤتون ما آتوا ويعملون كل هذه الأعمال الصالحة وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. خشية من الله تدفعهم للأعمال الصالحة، وخشية من الله ألا ترفع تلك الأعمال ولا تقبل، وأنهم إذا رجعوا إلى الله وهم على يقين من رجوعهم إلى الله يخافون أن لا تقبل
يأتون بدون عمل. أولئك يسارعون في الخيرات، هؤلاء أصحاب المسارعة في الخيرات. وقد ذكر الله أن من اتصف بهذه الصفات سيحصل وسيكون من السابقين وهم لها سابقون. وتكرر هذا في سورة الأنبياء من قبل. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. أنبياء الله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه الخشية، الخشوع لله تبارك وتعالى، أصحابه دائما تدفعهم الخشية والخشوع والرغب والرهب إلى الإسراع في الطاعات. وهكذا في سورة آل عمران: أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون قانتين يذكرون الله ويتعبدون. السجود دائما مكان التواضع والتذلل لله تبارك وتعالى والخضوع والخشوع له. قائمة آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله الإيمان واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أعمال صالحة كثيرة وهم مع هذا يسارعون، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. من سارع إلى الخيرات سيكون من الصالحين وسيكون من السابقين. ونسأل الله أن يجعلنا من المسارعين إلى الخيرات وممن لها سابقون وفائزون. نسأل الله التوفيق في الدنيا والآخرة. آية أخرى في الحديث عن غض البصر توجه الخطاب فيها للرجال والنساء ليحافظ الجميع على حصانته وعلى دينه وليبتعد عن الفتن والمخاطر، لأن العين هي بريد الشر. كنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. جاء القرآن ليربي الإنسان على غضه البصر عن ما حرم عليه ليرتاح ويستريح ويشتغل بما ينفعه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. أمر بغض البصر وحفظ الفرج، وفي ذلك إشارة إلى أن النظر بريد الزنا، وأن من غض بصره سيحفظه الله ويعينه على حفظ فرجه. وذلك أزكى لهم. فغض البصر فيه زكاة البصر وزكاة للنفس وحفظ لها من الضياع، فهو أزكى وأنفع وأطهر من ترك البصر ينظر يسارا وشمالا على كل اتجاه. وهكذا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن أيضا ويحفظن فروجهن. وغض البصر عن كل ما حرم الله، عن المحرمات، عن العورات، عن أعراض الناس، عن حتى نعم الله على الناس تغض البصر عنها حتى لا يصدر منك أذى لهم من عين، أو يمتلئ قلبك من شر لهم يحصل الحسد، أو تزدري نعم الله عليك فلا تشعر بما حولك من النعم. ولذلك ورد في آيات أخرى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم
وفي آية أخرى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه فغض البصر يشمل كل ذلك، فينبغي للمسلم أن يحرص على غض بصره عن كل ما لا يعنيه. وفقنا الله جميعا لما يرضي الله تبارك وتعالى.